عليكم ورحمة الله. 5 أيام تفصل مواطني بعض الدول الخليجية عن إضافة أعباء اقتصادية أخرى على كواهلهم. سيبدأ مطلع العام المقبل العمل بالضريبة على القيمة المضافة في كل من السعودية والإمارات على الأقل، أما عمان فقررت تأجيل ذلك عاما آخر. فماذا يعني فرض ضريبة بنسبة 5% بالنسبة للمواطنين والوافدين؟ وهل تتحمل قدراتهم الشرائية وظروفهم المعيشية تبعات هذه الضريبة؟ وهل هي إجراء تفرضه حتميات اقتصادية أم لكيفية صرف المال العام علاقة بالموضوع؟ الضريبة على القيمة المضافة في الخليج سياقها وخلفياتها في تقرير حاتم غندير، وبعده نبدأ النقاش. مجلس التعاون الخليجي الذي كان يشكل نموذجا في التكامل الاقتصادي العربي بات هو الآخر في مهب تصدعات اقتصادية تضاف إلى تصدعاته السياسية التي أحدثها الحصار المفاجئ لقطر من قبل 3 دول خليجية. فغياب التوافق بات سمة تطبع خيارات كثيرة تعمق التباين وتقوض جهود جيل سابق وأحلام الجيل الحالي. بعد أن أقرت دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ضريبة القيمة المضافة على أن يبدأ تطبيقها بداية العام الحالي، يبدو أن بعض الدول لن تكون في الموعد كسلطنة عمان التي أعلنت تأجيل تطبيقها حتى عام 2019، وهو ما يعني أن الدولتين فقط حتى الآن ستطبقان هذه الضريبة بعد أيام قليلة. ضريبة القيمة المضافة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا ما استثني منها بقرار. وتعتبر السعودية والإمارات والبحرين من أكثر الدول الخليجية سعيا لزيادة الضرائب، بينما تتحفظ قطر والكويت وسلطنة عمان على فرض ضرائب جديدة. فقد أدى تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 فضلا عن التدخل العسكري في اليمن ومناطق أخرى إلى عجز كبير في موازنتي السعودية والإمارات، وكان الخيار هو زيادة الضرائب لتقليص العجز، بل ذهبت السعودية إلى أبعد من ذلك من خلال تطبيق رسوم متعددة على العمالة الوافدة وأسرهم أثقلت كاهلهم واضطرت كثيرا منهم إلى مغادرة البلاد.